ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا ناكل لمّا نجوع، نوقّف لمّا نشبع، لإنه ببساطة أي كمية زيادة هتاكلها فوق جسمك حتى لو كانت كلّها حتى حاجات صحية، لو خضار وفاكهة هتتخزّن دهون، فالحل نرجع للفطرة، يعني تخيّل بس لو ركّزنا مع نفسنا وفهمنا علامات الجوع الحقيقي وعلامات الشبع، شكرًا، هنخس وهنعيش حياة بصحة وما فيش أي مشكلة. اللي هو يعني إيه؟ اللي هو يعني جعان هتاكل لحد أول ما تبدأ تحس إحساس الشبع الحلو الخفيف ده، وفي الفيديو ده هتكمل معايا عشان تعرف هو إيه مراحل الجوع وإيه مراحل الشبع والعلامات بتاعتهم، لإنه 60% السبب الأساسي في زيادة الوزن من الناس اللي موجودة في العيادات إن هم بياكلوا وهم مش جعانين، بياكلوا بقى عشان زعلانين، تعبانين، حاسين بالوحدة، بالملل، والحلو في الفيديو ده إني مش باقول لك كل ما تجوع وقّف مثلًا لمّا تشبع من غير ما أقول لك هو الجوع ده أصلًا شكله عامل إزاي، ويعني إيه أشبع، هنتعلم مع بعض إزاي أعرف درجة الجوع أو الشبع، عشان أبقى عارف إمتى بجد آكل وإمتى بجد أوقّف، ولإن عايزين نخرج من مدرسة إن أنا أقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه، لكن إزاي تعمله، وهو ده اللي هيسهّل الموضوع عليك. شايفين بقى الscale أو التدرُّج أو المقياس اللي طالع ده، ده علشان يفهّمنا إن الجوع درجات وكمان الشبع درجات، ولو فهمنا إحنا فين وعرفنا ناكل إمتى ونوقّف إمتى، الموضوع خلص. هارجع تاني بس إن أنا عايزة أقول لكم إنه ما قبل العلم والتقدُّم والتطوُّر ربنا خلقنا كده، بفطرة قوية جدًا قبل ما العلم يثبت ده، وبتشوفوه في الأطفال اللي على فطرتهم، بيعيّطوا لمّا يجوعوا وأول ما يحس بالشبع بيسكت ومش بيبقى عايز حاجة، ولمّا يبدأوا يكبروا شوية في سِن المدرسة، الطفل يبقى جعان بكل بساطة، ماما أنا جعان، ولمّا يشبع بيسيب الطبق ومش بيكمّله، إحنا اللي بوّظنا الفطرة دي، حبيبي كمّل طبقك، حبيبي هيجري وراك يوم القيامة وهو مش جعان، فيبدأ يزيد في الوزن ويتعوّد ودي بقى الأخطر إنه ياكل وهو مش جعان، وإلى آخره بقى حاجات كتير، إحنا نازلين مسافرين، رايحين التمرين، هنقعد مع أصحابنا، لازم هناكل، ولازم تخلّص طبقك يا حبيبي قبل أي حاجة، عشان بقى أبقى أنا خلصت من الوجبة بتاعة الغدا أو العشا على حساب إني بوّظت فطرة ولادي. تاني حاجة إن الدين قال والرسول عليه الصلاة والسلام إن تُلت للطعام وتُلت للشراب وتُلت للنَفَس، يعني أنا أقوم من على الأكل وأنا لسه قادر أشرب كوباية مَيّة، مثلًا كوباية كبيرة قدّامي، وكمان قادر لسه أتنفّس، مش حاسة إني مش قادرة آخُد نَفَسي والحجاب الحاجز طبق عليّا خلاص، ده مهم جدًا على فكرة. نرجع بقى تاني للعلم، بس أنا حبيت أثبت لكم إن دي فطرة ربنا. العلم بقى هيبين إنه من 1 ل10 وهيقيّم إحساسك بالجوع والشبع، وإن دي أصلًا أحاسيس بتطلع تنبّهنا إن إحنا جعانين أو شبعانين، ونبدأ نركّز ونسمع جسمنا، وهنا هو ده اللي هنتكلّم فيه الhunger scale. أول حاجة بقى في الhunger scale رقم 1، 1 ده يا سيدي يعني جعان، واقع من الجوع، وغالبًا هنا أنت ما فيش بجنيه طاقة ولا تركيز، هتُقع من طولك. 2 جعان برضه بس مش على بعضك، يعني شوية طاقة باقيين بس جعان. 3 برضه لسه جعان شوية، بس ده إحساس بالجوع عارفين بنحس فيه إن أنا عايز آكل دلوقتي. 4 وركّز بقى عشان ده مهم، لسه ما اتضايقتش ولا دُخت ولا ضعفت، بس أول زقزقة لأول عصفور صغير بيقول لك فوق، انتبه كده أنت جعان، بعد إذنك ممكن تقوم تاكل دلوقتي، وأنا قُلت لك ركّز لإن هي دي المرحلة اللي إحنا عايزين نكون واعيين ليها وما نوصلش للمرحلة اللي بعدها، عايز آكل دلوقتي أو وإني بادوخ، المرحلة اللي بعدها إني عايزة آكل وبادوخ، المرحلة اللي بعدها إني فعلًا دُخت، المرحلة اللي بعدها إني وقعت، ومش عايزين نوصل لده. مع أول عصفور يبدأ يعبّر عن شعوره ويقول لك في كده زغزغة صغيرة إن أنت جعان، لازم تبدأ تعرف إن أنت لازم تقوم تُشبع الإحساس ده. 5 والله أنا كنت جعان وبدأت أحس إن أول عصفور بيشبع برضه، زي ما كان أول عصفور بيقول لك أنا جعان، هنا أول عصفور بيشبع، بيحس بالرضا. أول ما تحس بيه تبدأ كده تحس بشعور خفيف، إحساس حلو لسه قادرة أشرب المَيّة اللي كنت باقول لكم عليه، قادرة أتنفّس وأعيش معاكم على الكوكب عادي. 6 الاحترام بدأ يقل، وإحساس الشبع بدأ يزيد، ونركّز هنا عشان إحنا هنا بنبقى طماعين، بنبقى عايزين نكمّل الأكل ولو معلقة واحدة، فبنفقد حلاوة الإحساس الخفيف اللي بالشبع اللي كان فوق. 7 من خفيف لهنا أنا بدأت أحس خلاص بعدم راحة، وهنا صراع الأمهات وصراع الضمير سواء لولادها اجري خلّص طبقك، لأ مش هننزل غير لمّا تخلّص طبقك، مش كل اللي إحنا بنعمله في الولاد، وكأن الولاد لو ما كمّلوش الأكل مش هيكبروا،
في كل واحسن الحالات هنا بناكل بالاكراه للاسف، مبسوطين زعلانين بنسمع كلام اهلنا مستخسرين الاكل بناكل بالاكراه، وبنحس ان ربنا هيحاسبنا ان احنا طبخنا الاكل وما اكلناهوش مثلا، مع ان احنا ممكن نشيل حاجات لتاني يوم او ممكن نديها لحد محتاجها. وهنا نداء للامهات، يعني اقفوا كده شويه وفكروا في ولادكم وفي نفسكم، وان الاكل ده اللي ممكن تاخد بيه ثواب اصلا بدل ما تاخد بيه دهون بسيطه يعني. رقم 7 وده كمان بشوفه في العزومات، تقول لك بقى انا واقفه على رجلي طول النهار وتعبانه عشان اطبخ لك، انت لازم تاكل، وانت اصلا ممكن تكون شبعت او اصلا رايح لها شبعان، فتزيد درجتين في الشبع عشان طنط ما تزعلش، او اوبن بوفيه، ما اكيد مش هنضيع الفرصه وما ناكلش حتى لو شبعانين. فرقم 7 ده ياما بوظ اجيال وبهدل ابطال، ونخرج من رقم 7 بسرعه. رقم 8 برضو شبع أجمد من اللي قبله ولكنه نار، ودايما بيحصل في الناس اللي بتبقى بتاكل بحب شديد للأكل وبتاكل بمشاعرها، طلع النار والمشاعر اللي جواها، الغضب، الملل، أيا كان، فبتاكل بسرعة، ما بتاخدش بالها أكلت قد إيه لحد ما تحس بالألم في بطنها أو في معدتها. هو ما بقاش بيستمتع بالأكل وما بقاش حتى عارف هو بيطلع المشاعر ولا لأ، هو كل اللي حصل إن هو طلع ده في أكل بزيادة. 9 هي أي حالة من الحالات اللي فاتت وزود في الأكل وهو مش قادر، أو كمان سبب تاني إنه ممكن يكون أكل بعد ما كان رقم 1 في الجوع، اللي كان في الأول، اللي بطاريته خلصت، اللي من كتر ما خلاص ما عادش قادر وبيغمى عليه وهيقع، إنه تعبان ومش آكل وجعان جدا، فبياكل بنهم شديد وبياكل بسرعة لدرجة إنه ما بياخدش باله بعد ما أكل لحد ما نفسه يتكتم ويحس بانتفاخ وبيرجعوا لورا وخلاص بيموتوا مش بيبقوا قادرين. ورقم 10 اللي قفل اللعب ده وكان حد بياكل بعد صيام او مثلا بعد جوع وحرمان، انتقام بقى من نفسه، حاجات حصلت، اوقات بيكون في علاقه هنا غلط مع الاكل وبتطلع اصلا ان في مشاكل تانية مع الاكل، مش بتكون بس لمجرد جوع وشبع، وهنا بتوصل لمرحله انك مش قادر تشرب الميه، مش قادر تتنفس، موجوع، مش قادر اصلا تفرد ظهرك، مغص وتعب في البطن شديد، مش طايق تشم او تشوف الاكل في الثانيه اللي انت بتخلص اكل فيها، وهنا بتبقى اللعبه قفلت. انا ليه قلت لكم كل واحد من ال10؟ عشان ممكن توقفوا الفيديو، تغمضوا عينيكم وتفكروا، انا دلوقتي في اللحظه اللي بشوف فيها الفيديو انا اي رقم من الموجودين على السكيل، عشان بجد اعرف اللي انا فيه ده درجته ايه، وابدا اسمع اشارات جسمي. طب الجوع ده درجته ايه؟ طب امتى الوقت اللي انا حسيت فيه ان انا اكلت بمشاعر سلبيه وده كان نتيجته ايه؟ وهل الارقام اللي في الاخر دي انا وصلت لها؟ طب نفس عميق وفكر وانت بتسمع الفيديو، انا اي رقم واللي بيحصل ده بيحصل ليه، ومش بس دلوقتي، وبعد كده تبدا تتابع نفسك. اجابتك على الاسئله دي اللي هيفرقوا معاك في التدريب، الموضوع مش بس انك تسمعني، الموضوع انك تكرره. فعايزاكم بقى من النهارده لكل الايام اللي جايه كل يوم تبداوا تحسوا ايه الجوع الحقيقي، اول عصفور ده كان بيزقزق كان امتى، ولما تاكلوا اول عصفور بيشبع برضو اول عصفور، فتبدا تاخد بالك، ونشوف ان الاكل ده حاجه طبيعيه، وشوف اللي هتعمله ده ازاي هيفرق في وزنك وكمان صحتك. وهتكتشف ان اوقات بناكل اكل عشان جوع عاطفي، عندي مشاعر مش عارفه اسيطر عليها ولا عارفه اصلا هي جوع ولا لا، جوع الحواس sensory hunger يعني. وده شميت ريحه الملوخيه في البيت مع ان انا راجعه من الشغل اكله مثلا، بس ما قدرتش، عديت من مكان الريحه بتاعت المخبوزات فيها حلوه طيرت عقلي فاكلت من غير ما افكر، شفت ايس كريم وانا خاصه بحب الايس كريم فاكلته من غير ما افكر وانا اصلا مش جعان، ومفيش مكان في بطني لكل الكلام ده، هيروح فين؟ هيتخزن دهون وزياده وزن. او بسبب اني بصحى افطر حتى جعان او مش جعان، عاده في حياتي انا بصحى من النوم افطر بسبب اني بروح الشغل والبريك بتاع الشغل الساعه 12، فبفضل اكل في الوقت ده ايا كان جعان ولا لا. رحت عزومه، رحت بيت ماما وبابا، كلنا بناكل ايا كان جعانين او مش جعانين في الوقت ده. مش بس كده، احنا لو محدش فينا اكل بابا وماما بيزعلوا. عرفت ازاي الاهل مبهدلين موضوع الجوع وبقينا بناكل واحنا مش جعانين؟ فبجد برضو يا جماعه الاهل يشوفوا ده ويسمعوني، ان احنا حاطين مواعيد للاكل لازم ناكل فيها حتى لو مش جعانين، وبنزعق كمان لاولادنا. وهنا وقفوا الفيديو برضو واسالوا نفسكم، هو انا امتى اخر مره حسيت بالجوع؟ امتى اخر مره شفت العصفور اللي بيزقزق ده او حسيت بيه؟ وافتكروه كده. انا امتى اكلت معاهم على الغدا وانا مش عارف اذا كنت جعان ولا لا؟ طب وانا باكل مع زمايلي في الشغل في البريك انا كنت جعان ولا باكل بس؟ طب في خروجه مع اصحابنا بناكل مع اللي بياكل وخلاص؟ طب الاوبن بوفيه انتوا هتلاقوا حياتنا كلها كده. خليني ارجع تاني اتكلم معاكم في انواع الجوع، لانه مش بس
في جوع عاطفي والكلام ده، لكن كمان هنبدا نفرق بين الجوع الحقيقي والانواع اللي قلت لكم عليها زي السنسوري هانجر او اني شميت او شفت اكل حلو. وانا كمان كنت فاهماها غلط وبدات افهمها واعرفها صح عشان اعرف ازاي ابطل موضوع الاكل في كل الاوقات. نوع انا كلمتكم عنه خلاص، جوع الحواس اللي زي ما قلت لكم عليه الخمسه: شميت ريحه مخبوزات، شفت اكل حلو على الانستجرام وانا بقلب، سمعت صوت تحمير حاجه، صوت حاجه، شميت ريحه الملوخيه. كل الحاجات دي هي مكان جوع غير مكان المعده خالص، وبتوصل لسبعة وثمانية ان انا اصلا مش جعان بس باكل لحد ما ابقى مش قادر. تاني نوع انه باكل بسبب التجمعات والاعياد، دي اسمها السوشيال هانجر. عارفين المجتمع اللي حاطط ضغط علينا ان هم يعملوا افراح ومناسبات وبرضه لازم نروح ناكل في الفرح؟ انا ممكن اكون مش جعان او اخدت احتياجاتي فادخل. لو غيرنا العادات بتاعه ان لمتنا لازم تبقى صواني داخله وصواني خارجه، محدش هيقول لك اصلا قوي ارادتك. وارجعوا الفيديو بتاع الاراده، انه ارحموا الاراده، ما هي هتضعف من كتر التعرض للمغريات. احنا مش المشكله في الاراده، احنا المشكله ان احنا نبعد اصلا عن المغريات اللي حوالينا، وده هدف اكبر واسمى وان انا اغيره، ده الصح. بس انت داخل عليا بصواني وخارج عليا بصواني وضاغطين عليا، ما انا لازم هاكل عشان طنط ما تزعلش وعشان انا شايفها طول الوقت. الاراده هتعمل ايه؟ انا لو بطل العالم في الاراده هقوم وهاكل بعد على الاقل اول صينيتين، مين هيفضل يقاوم يعني؟ ورقم 5 زي ما قلت لكم، غير ان زعل خالتك وعمتك لو ما اكلتش من الاكل اللي هي تعبانه فيه طول اليوم، احساس بقى بالذنب رهيب بيتحول برضه لدهون رهيبه في جسمك. ونقيس بقى على كده افراح وسفريات وخروجات كلها ضغط مجتمعي رهيب. ثالث نوع هو تغير الهرمونات. 97% من الستات عندهم قبل المنستريال سايكل بتزيد احتياجهم والكريفنج بتاعهم للنشويات وكمان الحلويات. التغيير في الاستروجين والبروجستيرون بيغير في هرمون السعاده والسرور زي السيروتونين مثلا، فتلاقينا كده نفسنا جايبه على شوكليت او بشاميل وباستا بيتزا، اللي هو شويه سعاده نزق بيها اليوم عشان نعيش. وطبعا ده اوقات بيحصل برضو مع الرجاله اللي برضو عندهم تغير في الهرمونات، ولكن التغيرات المزاجيه بتكون اقل شويه، بس هم عندهم ضغط عصبي وتوتر وقلق اكتر، وبرضو بيتعوض بالسعاده اللحظيه اللي بتيجي من الاكل عشان تلحق تعلي الدوبامين والسيروتونين، فكل اكله حلوه. ورابع نوع كنت قلت لكم عليه، وبسبب العادات بقى والروتين احنا عاملين الغدا الساعه 5، عندنا بريك الساعه 12، الكلام اللي كنت بقول لكم عليه. فده الروتين، حد بيعشق العادات والروتين حتى في الاكل، ودي هنا حاجه غير صحيه، لانه عاده هو هيبقى بياكل علشان الميعاد جه، مخنا هيقول لك كل وخلاص ده الميعاد اللي جه وقت الاكل، لكن انت بقى اخدت احتياجك، اخدت اكتر منه، حسيت ان انت اصلا جعان او شبعان، ما حصلش كل ده. وخامس نوع وهو اسمه الجوع الغذائي او النيوتريشنال هانجر، وده هنا بيحس بيه الكبار شويه، انه بيحاول يفهم نفسه اكتر وبيحب اكل البيت، فتاخد بالك ان هو بدا ما يتبسطش بالاكل اللي بياكله بره، او كانوا مسافرين لمده طويله يحسوا راجع من الرحله دي يقول لك انا حاسس ان انا عايز اكل اكل بيتي، هو تعب من الاكل من بره. وده فعلا بيكون حقيقي، لانه البكتيريا النافعه اللي في معدتهم بدات تقل، وبدات تبقى حاسه ان هي محتاجه اكل صحي. هي ده فعلا اللي عملته، اللي بدات تطلع بيه اشارات، محتاجه خضار، محتاجه الياف، محتاجه تاكل اكل صحي بكالوريز حقيقيه مش بامتي كالوريز. حد يروح ياكل اكل من بره اخد كالوريز كتير لكن ما خدش اي نيوتريشنال فاليو، قيمه غذائيه. بتبقى محتاجه ترجع للتوازن بتاعها، لان الاكل اللي من الشارع مش هيعمل كده، وبرده الاكل بتاع الشارع زي ما بقول لكم بيتخن على الفاضي، مفيش فيه قيمه غذائيه. واخر نوع وهو النوع الحقيقي والصح والفيزيكال هانجر اللي مكانه معدتي، بتطلع العصفوره اللي بتزقزق من معدتك تقول لك لو سمحت انا جعانه، وده اللي احنا بنتعلمه على الهانجر سكيل. طب انا مش هسيبكم من غير حل، والحل هنا هو الله يخليك تحافظ على وزنك من غير دايت، لان انا دايما بقول لكم مش عايزاك اصلا تعمل دايت ولا تحط ضغط نفسي على نفسك، ولا يبقى الدايت اصلا فكره، لانه فكره الدايت بتتخن 2 كيلو. حاول تقلل اعتمادك على الاكل من بره، دايما جهز اكل ووجبات معاك ولسه بالخضار والالياف والبروتين اللي انت بتحبه وتشتريه ويبقى عندك في البيت وتجهزه. 2 موضوع العادات والاحكام والتقاليد، يا تبدا تبقى عارف المواعيد اللي لازم تاكل فيها في البيت فما تاكلش قبلها، يعني خلاص لو هم بياكلوا الساعه 5 فانا مش هاكل الساعه 3 في الشغل، ويبقى في سناك او حاجه بسيطه، او تحاول توصل لحل وسط انك لما تاكل توقف عند اول زقزوقه لاول عصفور بيقولك انا شبعان وخلاص. والعادات بتاعت ان انا باكل مع فيلم، باكل مع لمه صحاب، تقف وتسال نفسك هو انا جعان عشان اكل دلوقتي؟ طب موضوع الهرمونات ده هنعمل فيه ايه؟ جهزي لسه بحاجات تديكي طاقه واحساس حلو وتبقى صحيه،
فلو على الأكل ممكن نفكّر في حاجة زي مثلًا dark chocolate، بس يعني ما يبقاش كتير، حاجة بسيطة، حاجة زي المكسرات وبرضه مش كتير. وممكن أصلًا نبعد عن الأكل، ممكن نشوف حاجة باحبها تطلّع لي هرمون السعادة وأقضّي فيها وقت وتدّيني طاقة، زي إني أرسم، زي إني أسمع مزيكا، زي إني أتمشى في الطبيعة. وبالنسبة بقى لريحة الملوخية والكرواسون، فأنا مش قادرة أوقّف نفسي لمّا أشمّها، أو إني أشوف آيس كريم وما أجيبش، أو حتى أقف أسأل نفسي أنا جعانة والّا لأ، ويا ترى جعانة من معدتي والّا من إحساسي؟ لأ، هو الصح هنا أيوه تُقف وتسأل نفسك، طب جعانة دلوقتي والّا لأ؟ طب أنا لو جعانة فعلى المقياس هو قد إيه؟ طب ممكن آكل إيه؟ خلّينا عارفين يعني إنه الأكل مش هيطير، يعني الملوخية هتفضل موجودة والآيس كريم هيفضل موجود، فحتى ماشي خلاص، يعني نِفسي وروحي راحت لهم، بس أروح لمّا أكون جعانة. طب والتجمعات، يعني أخسر صحابي وعيلتي؟ يعني لأ، هنتعلم نقول لأ، عشان تقول أيوه لجسمك ونَفْسك وصحتك. وتسمعوا اللي يفيد نفسكم، وتعرفوا إن أنت لو أكلت وأنت شبعان أنت هتتخن، أتخن عشان هم يتبسطوا؟ طب ما أنا كان ممكن أبقى يعني باشوف أنا محتاجة أعمل إيه وآكل وأتبسط بالأكل وكمان من غير ما أتخن. وما تحكمش نفسك إن أنت في مرحلة معينة، ابدأ من دلوقتي وشوف مين الناس اللي هتشجعك على نفس الهدف، هتاخدك في الطريق ده بسهولة. أبدأ أقلل خروجي مع الناس اللي ما بتخرجش غير وهي بتاكل، أبدأ أزود خروجي مع الناس اللي عايزة توصل لنفس الهدف. طب والجوع؟ أبدأ أعرف إن الجوع زي ما اتفقنا من أول عصفور بيقول لك كده إحساس بسيط خفيف إن أنت محتاج تاكل وجعان. وهنا أنا مش عايزة أوصل لبعد رقم 5 و6 وما زودش زيادة عن كده، حتى لو كان خضار وفاكهة. أصل في ناس تقول أنا لو زودت خضار وفاكهة تمام دي حاجات مفيدة، لأ، هاتخن لو زودت عن حاجتي حتى لو كانت حاجات صحية. من الآخر، حسيت بأي جوع مش طالع من المعدة سببه مشاعر، عادات، حواس، مجتمع، شوف حاجة تانية غير الأكل من الآخر تعملها. شوف حاجة تريحك مش تتخنك. اسمع لجسمك والإشارات الجوع والشبع اللي قلنا عليها، واحدة واحدة، مش هتيجي من مرة واحدة، لازم تتعودوا. وما تبوظوش الفطرة بتاعت ولادكم، احنا كفاية اللي بنصلحه في نفسنا، فعلى الأقل ما نعملش كده في ولادنا.